الجو ده محتاج عدس. تعالوا نحط حلة مية على النار كده وننزل عليها بالعدس المغسول كويس، وهحط عليها طماطمية متوسطة متقطعة مكعبات، وكمان جزرة وبصلة متقطعة، وكمان 3 فصوص توم. تقدري تحطي شوربة لحمة بدل المية يبقى جميلة جدا، وتقدري تزودي كمان مكعبين بطاطس، مكعبين كوسة، يبقى جميلة جدا وتبقى قيمتها الغذائية عالية. اول ما استوى معايا كده سبتها بردت، وبعدين ضربتها بالهاند بلندر، وبعدين او ضربها في الخلاط عادي. هنا جبت معلقة سمنة على النار، وحمرت الشعرية. لازم تحمريها على الهادي علشان ما تنفش قوي في شوربة في العدس. انزلي بقى بملح وفلفل وكمون ومكعب شوربة، بس مش عايز منك اي حاجة. واظبطي الملح بتاعك، دوقيه شوفي الملح مظبوط ولا مش مظبوط. اول ما يغلي معاكي روحي طافيه النار، قلبي وطفي النار وسيبي الشعريه تبقى نيه، يعني هي تستوي في قلب العدس، تبقى مظبوطه معاكي خالص. خلاص. تعالوا بقى نعمل شويه بتنجان مقليين حلوين معاهم كده. جيبي البتنجان اغسليه وقطعيه من الجنب بسيط كده، وانزلي في قلب الزيت. اول ما يستوي معاكي ما يعني طلعيه يبرد، علشان لو انتي عملتي الدقة بتاعته حشتيه الدقة، هتبص تلاقيها استوت كده وطعمها مش حلو، لان البتنجان طالع سخن ملهلب من الزيت. فاركنيه يبرد على مهله كده على ما تعملي الدقة. هنا جبت بقى معايا طماطمايه متوسطة مبشورة، وهحط عليها معلقة هريسة شطة، وكمان هحط فصين توم بس صغيرين. التوم ده بتاعكم بقى، عايزين تكتروا تقللوا، في ناس ما تبقاش تحب التوم يعني. وهحط عليه عصير ليمونة كاملة، وكمان هحط معلقة خل من اللي هي بتاعت الأكل دي. وهحط ملح وشوية كمون صغيرين. وجيبي الورق، شوية ورق من بتاع الكزبرة والبقدونس، وقطعيهم كده في السريع بايديكي كده من غير سكينة، وانزلي على الخلطة. الخلطة دي جميلة قوي قوي وحراقة كده وجميلة. خلاص. البتنجان كان بارد خالص اهوت، فهحشيه. وكمان عايزة اعمل طماطم مخللة، فهسيب شوية خلطة اللي هي الدقة دي على جنب، وهضيف لها ايه بقى، ورقتين 3 كده متقطعين نعناع. مع النعناع مع الخلطة دي مع الطماطم المخللة دي، بيديها نكهة جميلة كده وطعم جميل. خلاص كان خلص اهوت. وكمان العدس كمان خلص. لو انتوا عاوزين تعملوه شوربة، مش يعني شوربة بس، يبقى بكل الخطوات دي ما عدا الشعرية. وفي ناس بتبقى تحط كمان رز. في برضو في ناس بتحب طشة البصلة اللي بتبقى على الوش. عايزين تعملوها، هاتي بصلة صغيرة وقطعيها ناعم، حمريها في قلب السمنة لحد ما تبقى بني كده، بس مش بني ناشف، يعني ما بين البني والذهبي كده. وبعد ما تغرفي العدس بتاعك حطيها على وشها، او خدي شوية منها قلبيها في الحلة، وسيبي شوية لوش الطبق اللي انت بتغرفيه. أكلة سريعة ما خدتش حاجة، ومغذية بقى زي ما قلت لكم كلكم عارفين. بس طبعا انا زي ما قلت لكم ايه، بحب افهم البنات الصغيرة اللي داخلة مطبخ جديد. اول ما الجو يغيم معاكي انزلي لهم بالعدس على طول.